يا صباح الفل حبايب قلبي، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة. هنعمل بقى النهاردة أحلى صينية جلاش بس بطريقة جميلة. جربي بقى الجلاش بالطريقة بتاعتنا دي وانسي بقى أي طريقة تانية خالص. هاتي الجلاش وكشكشيه وفي الصينية رصيه وبصوص رهيب هنسقيه، من غير بقى لا شربات ولا فرد ولا هتدهني ورقة ورقة من الجلاش بالسمنة ولا أي حاجة خالص خالص. شايفين ما شاء الله مورقة وجميلة ازاي؟ انا متأكدة ان انت اول ما تشوفيها هتقومي تعمليها، لانها سهلة جدا ومقاديرها بسيطة، وكمان سكرها مظبوط للناس اللي مش بتحب سكر زيادة. جميلة جدا وعلى قد الايد، والصوص بتاعها تحفة جدا، انا متأكدة ان هو هيعجبك. ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. بس في الاول بقى ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. اول حاجة عندي خالص هي الجلاش. انا معايا هنا لفة جلاش، نص كيلو جلاش بالشكل ده. هجيب الصينية بتاعتي كده، وعندي هنا زيت على سمنة انا مسيحاهم. همسك الصينية بتاعتي كده هدهنها دهنة محترمة كده من السمنة بالشكل ده، زي ما انتم شايفين هدهنها كويس جدا. وبعد كده هنعمل ايه بقى في الجلاش بتاعنا؟ هناخد ورقة ورقة من الجلاش بالشكل ده، وهتبتدي ان انت تكلفتيها بشكل عشوائي بالشكل ده زي ما انت شايفة خالص. وحتى لو الجلاش بتاعك متقطع مفيش مشكلة خالص، هتكرمشي الورقة كده، مش محتاجة تنظيم ولا تظبيط بقى، سريع سريع كده وهتعمليها. المهم تكون ورقة واحدة بس من الجلاش، مش هتحتاجي اكتر من كده. والوصفة دي بتنفع للجلاش المتكسر والمتهربت برضو، بتبقى حلوة فيه قوي. يبقى عندك مثلا لفة جلاش في الفريزر بقالها فترة طويلة وتحسي انها متكسرة كده، ومش هتعرفي تعملي بيها اي وصفة خالص غير الوصفة الجميلة دي، لانها مش محتاجة يكون الجلاش بتاعك طازة او صابح. ممكن ان انتي تستخدمي الوصفة دي في الجلاش المتكسر. هنخلص بقى بقية اللفة بتاعت الجلاش بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، سهلة جدا وبسيطة ومش متعبة خالص. وزي ما انتوا شايفين كده لفة الجلاش ملت الصينية بتاعتنا كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الطريقة بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة. وبعد كده هناخد بقية السمنة والزيت اللي انا كنت مسيحاهم، وهبدأ دلوقتي ان احنا نسقي بيها الجلاش بتاعنا بالشكل ده. وطبعا بتملي بيها كل الفراغات وبتعملي وش الجلاش كله بالسمنة، يعني ما تسيبيش حتة في الجلاش بتاعك الا ما تدهنيها بالسمنة. وطبعا الكلام ده كله هنحطه في فرن سخن على درجة حرارة 180 درجة. وطبعا هنشغل الفرن بتاعنا من تحت، واول ما تلاقيها استوت من تحت واحمرت كده من الجوانب، اطفي عليها من تحت وشغلي الشواية تاخد لون من فوق. المهم ان انتي تشربيها كويس جدا بالسمنة بالشكل ده، ما تسيبيش كده اي حتة خالص الا لما تكوني مشرباها بالسمنة. واثناء بقى ما الجلاش بتاعنا في الفرن، هنحضر بقى الصوص التحفة بتاعنا اللي انا قلتلكوا عليه، اللي احنا نسقي بيه الجلاش، واللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من اللبن. وعندي هنا كمان كاستر فانيليا، هاخد معلقتين ممسوحين من بودرة الكاستر، ولو ما عندكيش كاستر ممكن تضيفي مكانه نشا او باكو كريم كراميل، مفيش اي مشاكل خالص خالص، هيدي نفس الطعم برضو. وهضيف عليهم كمان 3 معالق كبار من السكر، وهي دي نسبة السكر في الوصفة بتاعتنا كلها. وفي الاخر هضيف على الوصفة بتاعتنا كده نص معلقة صغيرة من قصانص الحليب، بتفرق معانا في الوصفة جدا جدا، بتديلها طعم جميل. ولو مفيش قصنص حليب مفيش مشكلة خالص، هنضيف فانيليا سايلة او فانيليا بودر. وبعد كده هقلب الخليط بتاعنا كده على البارد. وبعد كده هاخد الخليط ده وهرفعه على النار طبعا مع التقليب المستمر، مش هشيل ايدي منه خالص خالص بالشكل ده زي ما انتم شايفين مع التقليب المستمر. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الكريمة بتاعت الكاستر بتاعتنا خفيفة مش تقيلة زي ما احنا متعودين، لان انا حطيت معلقتين ممسوحين من بودرة الكاستر، لان انا متعمدة ان انا اقلل كمية الكاستر علشان تبقى الكريمة بتاعتي خفيفة، انا مش عايزاها تقيلة خالص. هفضل اقلب بالشكل ده، واول ما الخليط بتاعنا يغلي كده تمام خلاص هطفي عليه النار.
اول ما يعمل فقاقيع بالشكل ده خلاص كده يبقى الخليط بتاعنا جاهز. هطفي عليه النار، وهو ده الصوص التحفة بتاعنا اللي انا قلتلكوا عليه، اللي احنا هنحطه على الجلاش بتاعنا. خرجنا صينية الجلاش بتاعتنا من الفرن، ما شاء الله اخدت اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بخرج الصينية بتاعتي من الفرن ويكون الكاستر بتاعي كمان سخن، يعني الجلاش والكاستر سخنين. هنزل بالكاستر على الجلاش واسيبه لغاية لما يتشرب معايا خالص خالص. ما شاء الله بجد الصوص ده تحفة. هتسيبيه 10 دقايق كده ولا حاجة يتشرب كده من الصوص ده، هيديكي طراوة كده وحاجة جميلة جدا جدا. ما شاء الله الطبقات بتاعتنا بتبقى طرية وشاربة من الصوص ده. وإضافة كمان أنا عملتها، حطيت شوية كده من جوز الهند وشوية من فول السوداني المجروش، ودي إضافة لو انت عايزة تعمليها اعمليها، لكن لو مش حابة خلاص مفيش أي مشاكل خالص. ونيجي بقى لمرحلة التقديم. طبعا ممكن تقطعيها كده بالشكل ده زي ما انت شايفين، او لو انت حابة ممكن تطلعي وردة بوردة كده ويبقى شكلها لطيف ويبقى شكلها حلو جدا، يعني ورقة بورقة اللفات اللي احنا عملناها من لفات الجلاش. الطعم بجد تحفة وشكلها لذيذ. قد ايه ما شاء الله هي مورقة من جوه ومش مكتومة خالص خالص. طعمها تحفة بجد، هتعجبكم جدا جدا. وبكده نكون عملنا احلى فطيرة كاستر. ما شاء الله الكاستر بتاعنا بتخلي بين الطبقات وبتشربها بكل سهولة، غير لو انت عملت الجلاش بتاعك ورقة سليمة. ما شاء الله الصينية بتاعتنا اتنسفت في يومها من جمالها وحلاوتها. وكده خلاص يا حبايب قلبي اكون خلاص وصلت لنهاية الفيديو ونهاية الوصفة بتاعتنا. يا رب يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة وبس كده يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وهتوحشوني لغاية لما اشوفكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.